من الصعب جعل النرجسي يستقر في العلاقات بسبب طبيعة شخصيتهم وسلوكياتهم المتقلبة، ومع ذلك هنا بعض النصائح التي قد تساعد في تحسين استقرار العلاقة مع النرجسي. أولا، التواصل الفعال. كون النرجسي يميل إلى الانغماس في ذاته، يجب التركيز على التواصل الفعال والصريح لتبادل المشاعر والاحتياجات بوضوح. ثانيا، الحفاظ على الحدود. يجب على الشريك العمل على تحديد الحدود الشخصية والاحترام المتبادل لها لمنع تجاوزات النرجسي والحفاظ على التوازن في العلاقة. ثالثا، تعزيز الثقة بالنفس. يمكن مساعدة النرجسي على تحسين ثقته بالنفس من خلال تشجيعه على تحقيق أهدافه ودعمه في المجالات التي يشعر فيها بالرضا والتحقق. رابعا، التفاهم والاحترام. يجب على الشريك تعزيز التفاهم والاحترام المتبادل لضمان بقاء العلاقة على السكة الصحيحة وتجنب الصراعات الزائدة. خامسا، تحديد الأولويات المشتركة. يمكن تحسين الاستقرار من خلال تحديد الأولويات المشتركة والعمل على تحقيقها سويا، مما يجعل الشراكة أكثر قوة واتزانا. سادسا، التفهم والدعم العاطفي. يجب على الشريك أن يظهر التفهم والدعم العاطفي للنرجسي دون السماح بالسلوكيات الضارة، وذلك لبناء علاقة صحية ومستدامة. ومع ذلك يجب مراعاة أن العلاقة مع النرجسي تحتاج إلى صبر وتفهم، وقد تظل متقلبة بسبب طبيعة الشخصية النرجسية. في حالة عدم تحسين الاستقرار وتكرار الصراعات، قد تحتاج للنظر في خيارات أخرى مثل الاستشارة العاطفية أو الانفصال المناسب.